المباشرة من برنامج دردشة رياضية اللي كتأتي البرامج ديالها من مدينة جنيف. أرحب بالجميع ونتمنى الإخوان اللي غادي يلتحقوا بنا أنا ويلتحقوا بنا فيما بعد البارتاج في المجموعات ديال الأصدقاء وديال الزملاء مشكورين. إذا معنا صديقنا وعزيزنا السي محمد الموجه الخبير التحكيمي ديال راديو سبور ماروك. مرحبا بك سي محمد. اهلا وسهلا سي مصطفى، تحيه ليك، تحيه للسي الحسناوي، وتحيه لكل المشاهدين الاوفياء. ومعنا العزيز ديالنا والصديق ديالنا السي حسناوي مصطفى صحفي ديال راديو سبور ماروك. مرحبا بك السي حسناوي. الف مرحبا بك اخي مصطفى، جميل التحيه للاخ الصديق السي محمد الموجه. تحيه عطيره لجميع المشاهدين والمشاهدات الاوفياء لراديو سبور ماروك. سعداء بلقياكم في الدردشه الرياضيه ان شاء الله اللي غتكون ممتعه بفقرات متنوعه ان شاء الله، ما يتعلق بفوز الرجاء والماس، المباريات ديال اليوم غد، القراءه التحكيميه، والنقاش ديال الاعتراف ديال مسؤولي الترجي بضعف الخليه القانونيه لفريق الوداد الرياضي في الموقعه ديال ارض الشاهره. كونوا معنا باعداد كبيره وبارطاجيو البث. اذا نقرا بعض التعليق وريتم يلتحقوا بنا الاخوان. اذا السلام عليكم مصطفى رايا، السلام سي مصطفى، سي حسناوي وسي مجاودي مراجع، السلام عليكم جميعا. انا سي دابا ونوفل، مرحبا خويا، تحياتي سي حسناوي، سي بدير، السي موجه بالاب والاثواب الجميله بالجمله. مرحبا بك اخويا. تسلل الهدف على الرجاء وضربه الجزاء لحدراف اسامه الشادلي بصيري لوريكي حسناوي. فرحان، كلنا فرحانين وحنا ديما فرحانين اخي، كاين المشكل. اذا نقول لك واخا الاخ البيع والشراء الله يهديك اخويا الجمال، علاش ما نفرحوش؟ علاش ما فرحوا؟ حنا ديما فرحانين اخي، علاش كاين شي مشكل؟ اذا نقرا بعض التعليق اللي كاين في اليوتيوب في الفيسبوك. بولكسوت المكعازي والنهيري لقطات، اذا بولكسوت المكعازي والنهيري نقطه الضوء اليوم. تحياتي مصطفى، شكرا عبوب شكرا. هذا والله الا كتقتلوني بالضحك انا بعدا. فوز الرجاء الحمد لله. محمد عتيقي، اذا مساء الخير السعادات، تحياتي طاقم التقني عبد المنان بولكسوت. قرا التعليق ديالك يا اخي، تحياتي لكم يا اخوان. ضرب الجزاء البار سوا يقول السلام عليكم. تحياتي مصطفى. اذا ديما رجاء عاشق روما، مرحبا بك. اذا بولكسوس المكعزي نقطه الضوء، قريت التعليق ديالك. اذا هذه كلها تعليق للاخوان اللي كاينه ديال الفيسبوك، وكذلك بعض التعليق اللي قريناها في اليوتيوب. اذا غادي نعطيو بسرعه السي محمد الموجه، مرحبا بك مره اخرى. وباش نعطيك الكلمه الا ممكن غير قبل ما نمشيو عافاك للحالات التحكيميه وبغيت تتفاعل معايا عافا واحد المقطع نبداو نستغلوا حتى التواجد ديال السي محمد الموجه، عطنا وجهه النظر ديالو. تبعنا يعني التصريحات ديال رياض تواتي المسؤول القانوني ديال فريق الترجي الرياضي التونسي، واللي كان يعني تكلف بالملف ديال الترجي في الواقعه ديال راس الشاهره. السي محمد هو كان دار خرجه اعلاميه بالامس وقال لك بان فريق الوداد الرياضي كان في موقع قوه، ولو ان اللجنه القانونيه ديالو السويسريه عرفات تدبر هذاك الملف كان الوداد غيكون بطل لدوري ابطال افريقيا او لا عاد تعاود المقابله. وشار بان الخطا الفادح اللي ارتكبته اللجنه القانونيه لفريق الوداد الرياضي هو انها في الدفعات ديالها ما ركزت شيء على المساله ديال استئناف العقوبات اللي صدرات في حق الترجي الرياضي التونسي والمطالبه من خلالها بتشديد العقوبات على الفريق التونسي. هذه خطوه ما دارهاش الدفاع ديال فريق الوداد الرياضي، وهي اللي عطات بالنسبه لي يعني الحق للترجي. انك بغيت التعليق ديالكم خويا مصطفى انت ولا تسمع عبد الموجه؟ تفضل سي محمد، تفضل يا اخي. شكرا السي الحسناوي. وكما رجعنا ل 2019 لواحد الليله رمضانيه مازال كتذكر طويله، وكنا قصرنا فيها مع الاحداث اللي كانت شابت هذه المقابله النهائيه سواء في الذهاب او لا في الاياب. وكنا من المسائل اللي هضرنا عليها وتكلمنا عليها لا انا ولا وانت والسي مصطفى على الفروق الوطنيه ديالنا وعلى اللجان القانونيه ديالها. لان انا بالنسبه لي هذه اللجان القانونيه خصها تكون في الهيكله ديال هذه الفروق، وهي اللي كتكون معايشه مع الفروق كتتبع الملفات. اما ما كتجيب انت لجنه قانونيه غير حقاش بحال اللي كتكري ذاك المحامي ديالك. انا بالنسبه لي واخا تعيا تعطيه ماشي بحال اللي كيكون عايش معاك الحدث ومتبع الاحداث بالتفاصيل ديالها وكيعرف الدوالب ديال القوانين وديال الحيثيات ديال العقوبات اللي كتكون في لاكاف. لانك كتعرفش بان التوانسه والمصريين متوغلين في الاجهزه ديال لاكاف وكيعرفوا الشاده والفاده في الاجهزه ديال لاكاف، وبالتالي كيعرفوا منين يدخلوا ويخرجوا. اخي مصطفى، فهذوك الفروق ديالنا يلاه
بقات كتلمس المشاركه وبقات كتثبت الوجود ديالها، ولكن مازال بعيده كل بعد على باش تكون عندها لجان قانونيه ديالها. ونتمنى ان في اطار الحكامه اللي نادى بها رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، في اطار التطوير ديال الفروق ديالنا والتاهيل ديالها، تكون عندها هذه اللجان واضحه وتكون عندها هذه اللجان مسطره في البرامج ديالها اللي ممكن انها اما بالنسبه لي كيبقى دابا هذا التحصيل حاصل باش نتحدثوا كان غادي يدي ولا ما كانش غادي يدي. انا بالنسبه لي خصها تكون هذه كمحطه باش الفروق ديالنا انها تهيكل راسها ودير لجان قانونيه ديالها وتستعن بخبراء قانونيين ديالها اللي يكونوا متبعين مع جميع الملفات. انت كتشوف دابا المشاكل ديال لي ليتيج اللي كاينين عند مجموعه ديال الفروق، وكتشوف داك الدعائر والغرامات اللي كتنزل عليهم باش انهم يتخلصوا. الشيء اللي كيخلي ان الفروق باش ما كتطورش كتبقى دائما عاجزه امام هذه المسائل. الا ما فكراتش انا بالنسبه لي ودارت خلايا قانونيه ولا لجان قانونيه ديالها داخلها اللي تتبع هذه الملفات واللي تسهر عليها واللي تبوبها، راه غادي نبقاو دائما متخلفين وما عمرنا غادي نتطور. السي الموجه، انا بالنسبه للسي الحسناوي انا غادي بخلاصه ديال القول بلاتي كله، حيت هذا الشيء هضرنا فيه بزاف وفعلا كتعقل على ديك الليله الرمضانيه اللي كانوا فيها تقريبا واحد المشاهده قياسيه تقريبا سالينا بواحد 300,000 مازال عاقل. لا مازال عاقلين، حتى كانت وصلنا حتى ل 5 ولا 4 الصباح، والناس ديال الوداد راه شاهدين على ذلك. كنظن باختصار حنا ضعاف على مستوى اللجان القانونيه للرؤساء، ماشي مضعاف، ما كيخلقوا بعدا ما مخلقاش في الانديه، وهذا مشكل كبير اللي كتخليو دليل بان كاين الفرق ديالنا كتعيش مشاكل مع بعض اللاعبين، وكاين بعض الفرق اللي خسروا كذاك النزاعات ديالهم مع اللاعبين وخلصوا واحد الاموال اللي هي طائله. اضافه لهذه الحادثه ديال رادس وباعتراف التونسي، كنظن بان ضعف ديال الوداد بكل صراحه باش نكونوا واقعيين، وماشي ديال الوداد، ديال جميع الاغلب ديال الفرق ديالنا ما كاينش واحد اللجان القانونيه اللي هي مختصه في المجال الرياضي واللي عندها واحد يعني درايه كامله بالمجال الرياضي، خصوصا ان الان الفروق التونسيه ولا المصريه فايتينا بهذا الجانب. حنا ضعاف بهذا الخصوص، مشينا للمجال التقني والرياضي ونسينا اللجان اللي خصها تكون قويه وقويه جدا. وكنظن بان الخطا ديال الوداد والخطا ديال الرئيس ديال الفريق ديال الوداد اللي بكل صراحه كان يجب تخليق لجنه قانونيه قويه وجد قويه باش تدافع على مصالح ديال الوداد، وانما الوداد مشات كتبحث في مسائل اخرى اللي خلاتها باش تخسر هذه المباراه وتصير القضيه. تفضل السي حسناوي، ولا عندك شي اضافه اخي؟ لا هو حنا الغايه من ادراج مصطفى هذه النقطه في النقاش ديالنا هو الاستفاده. اليوم راه الخصم ديالك اللي كان انا داك اللي هو الترجي والخليه القانونيه ديالو كيعترفوا كيقولوا بان حنا كنا في واحد الوضع اللي ضعيف والوداد كان في وضع قوي، ولكن ما استغلوش داك الشيء. الخليه القانونيه ديال الوداد كانت ضعيفه وما ربحت حتى ملف، بغض النظر مصطفى على الملف ديال رادس. الوداد خسر غالبيه النزاعات ديالو مع اللاعبين، وهذا الشيء اللي جعلهم انهم يتعاقدوا مع التونسي عباس هو اللي ولا الان مصطفى كيتكلم بهذه النزاعات ديال فريق الوداد. الخطا ماشي عيب، ولكن الاستفاده فيه مستقبلا هو اللي خصها تكون اخي مصطفى، والتحيه لك باش نفتحوا نقطه. اذا نقفلوا هذا الملف كما قلنا ديال الوداد الرياضي، اثار تصريحات ديال اعتراف التونسي. اذا السي محمد الموجه نمشيو اخي الحاله التحكيميه ديال المباراه ديال اليوم، وتصل لك الكلمه، تفضل. اليوم كانوا جوج ديال المقابلات. كانت المقابله الاولى اللي جمعت نادي السوالم مع فريق الرجاء الرياضي اللي قادها هشام تمسماني بمساعده علاء الدين البشتاوي وامين دحان. الغرفه ديال الفار كان فيها نبيل برقيه وعبد الحق مستغفر. الحكم الرابع كان طارق المتمني. يمكننا نناقشوا فيها 4 ديال الحالات التحكيميه، وهنا غادي نوليو نطرحوا عاوتاني المشكل ديال الفار والمشكل ديال الخط الوهمي باش يمكن لنا نقنعوا الناس، لانه الدقيقه 14 غتعرف تسجيل الهدف الاول ديال فريق السوالم ودقيقتين والحكم يتحدث مع الغرفه ديال الفار وانها سيبورتات انها زكات القرار ديال الحكم المساعد، ولكنها لم تساعد بالخط الوهمي للتسلل. وهذا كيطرح هذا الاشكال، لان بالامس رحنا شفنا الاجتهاد اللي تندار خط وهمي ديال التسلل
من نوع جديد، لان اللي من نوع جديد كنشوفوا هنايا. انا بالنسبه لي هذا مطلب، ونتمنى ان رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باش ما يبقاش انه المشاهد او المتابع او المتداخل في كره القدم ما تبقاوش تعذبوا الناس من خلال الفراجه ديالهم. فانا بالنسبه لي تعطى واحد الصوره اللي تكون لائقه بالكره المغربيه، تعطى واحد الصوره اللي تكون مقنعه باش ما نبقاوش دائما نتزكى هذا الشيء ديال التشكيك، هذا الشيء ديال المؤامره، وهذا الشيء ديال العفاريت وديال التماسيح نخرجوا منه. انا بالنسبه لي هذا مطلب باش ان توحد هذا الخط الوهمي في جميع الملاعب، وكذلك في جميع التقنيات ديال الفار، باش اننا نحسموا في هذه اللقطات. فمن خلال الصوره اللي كتقدم ان ما كتواضحاش واش اللاعب متسلل ولا غير متسلل، ولكن الحكم راه 2 دقائق هو كيتكلم مع الغرفه ديال الفار، وبالتالي انا بالنسبه لي ما دام انه تكلم يمكن زكى القرار، الغرفه ديال الفار زكات القرار ديالو. دقيقه 23 الحكم غادي يعلن. طول عمرك بغيت نتفاعل معك في هذه النقطه ديال الخط الوهمي. دابا كتجينا رسائل من عند المشاهدين الاوفياء، قالوا لك علاش في مقابله كيكون الخط في مقابلات ما كيكونش؟ شكون هو اللي كيجعلوا السي محمد يحضر في بعض المقابلات وما يحضرش في مقابلات اخرى؟ الا عندك شكون المسؤول هنا؟ المسؤول هو الغرفه ديال الفار، هي اللي كتطلب من التقني باش كيوضع الخط في البلاصه فين غادي يوضعوا، وانه كتقدموا للمخرج باش كيقدموا للجمهور. انا بالنسبه لي هنا ما كاينش توحيد السي الحسناوي، توحيد ديال التقنيه غير موحده، واخا كيقول لك لا تريونغولار ولا لا تريونغولاسيون ولا شي حاجه هكا. انا بالنسبه لي كتلقى نفس اللقطه وكتلقى هذه كيتوضع على الخط الوهمي للتسلل والاخرى ما كيتوضعش فيها، وهذا اللي كيدخل شويه ديال الشك في البطوله ديالنا، كيخلي الناس كترياجي انها كتكون عندها ردود افعال، وبالتالي انها كتكون عندها انتقادات لاذعه للجهات المسؤوله. نتمنى ان بالنسبه للمسؤولين التقنيين على القطاع باش انا بالنسبه لي نتجاوزوا هذه المساله وتعطى تعليمات باش ان الخط الوهمي انه في اللقطات كاملين، والا راه حنا غادي نبقاو نعيشوا دائما هذه الحاله ديال الشك، هذه الحاله ديال التذمر، وهذه الحاله دائما ديال الاحساس بالمؤامره. تفضل اسمح محمد. دقيقه 23 غادي يعلن الحكم على ركله جزاء مستحقه بعد ما الاسقاط ديال اللاعب رقم 3 والعرقله ديالو الاسقاط داخل منطقه الجزاء. هنايا الحكم ان بالنسبه لي رغم الاحتجاجات ديال المكونات ديال فريق السوالم ان الحكام ما كيحاولوش يتصدوا لها بالوقت ديال، رغم ان القرار ديالو القرار ديال الحكم انه كان قرار صحيح، وانه تساهل مع اللاعب رقم 4 اللي كان كيحتج بواحد الطريقه فجه، واحد الطريقه بالقول وبالفعل، ولكن الحكم انه ما قدرش انه يكون عنده رد فعل ويوجه له الانذار. دقيقه 31 هنا واحد الصوره اللي كاين هذه المساله شفتي لها ديال اللعابه، الطريقه باش كيدوروا بالحكام. انا كيبان لي السي محمد هذه للاسف ولات عاده، وبالتساهل ديال الحكام راه كيوليو يكرسوها في العقليه ديال اللاعبين. راه ولينا السي محمد اي قرار كيجيو اللعابه يدوروا بالحكام، هذا الشيء راه بسال بزاف. اكيد اخويا الحسناوي، علاش شرت لهذه المساله، وبالاخص رقم 4 كان الاحتجاج ديالو مبالغ فيه بالقول وبالفعل، وكان انا بالنسبه لي انه كيتطاول حتى على الحكم من خلال الحركات ديالو، ومع ذلك الحكم هنا كيبين ذاك الضعف ديال الشخصيه ديالو. انا بالنسبه لي كتدخل هذه في الضعف ديال الشخصيه في عدم تقدير الموقف، لان انا بالنسبه لي خص تكون عنده الجرأه وتكون عنده الشجاعه وتكون عنده القناعه بالقرار ديالو. خديتي قرار ديالو خصك تكون متمكن منه 100%، وخصك انك تعبر على الصحه ديال القرار ديالك في التصدي لمثل هذه الاحتجاجات. دقيقه 31 وهنا يتم تداول واحد الصوره ديال لاعب فريق الرجاء الرياضي مع فريق السوالم بعد ما تمرت له الكره. ان بالنسبه لي من خلال اللقطه، لان ما تعاوداتش اللقطه، انا دازت مره واحده وتصورت من البعيد، ان لو انه تبتات لانه كتبان اليد تمدات ولكن ما كتبانش واش كانت المسك، لان كانت جايه الكاميرا الخلفيه. وهنا باش كنهضروا عاوتاني على الاخراج وعلى النقل التلفازي باش تعطينا واش كاين هناك مسك ولا ما كاينش مسك ديال، لانه لو ان كان هناك مسك غتكون عرقله ديال اللاعب اللي كان منفرد بالحارس. ولكن بالنسبه لي الصوره عييت نعاودها، انها تعاودت مره واحده. نتمنى تكون الامانه في النقل التلفازي باش انه نقدموا واحد الصوره
للمشاهد وما نعذبوش هذا المشاهد باش انه يبقى يقلب هو اللي كيبحث في هذه المساله. الدقيقه 40 وهنا غادي تكون بعد الرجاء غادي يسجلوا الهدف ديالهم، غتكون احتجاجات السوالم اساس بانه ترتكب عليه مخالفه على مشاريف منطقه الجزاء ديال فريق الرجاء الرياضي. ناكد لك بانه اللاعب المدافع ديال الرجاء خدا الكره بطريقه سليمه جدا، وخدا الكره لانه دفع الكره عليه، وبالتالي ما كانت هناك لا عرقله لا ركل لا عرقله، وبالتالي انه سي محمد الصوت تفضل. ديال الحكم الاستمرار ديال اللاعب كان قرار صحيح. المقابله الثانيه اللي جمعت فريق المغرب الفاسي ومولوديه وجده واللي قادها نور الدين الجعفري. محمد عافاك على هذه المقابله اللي طول عمرك، واحد الجمهور ديال الرجاء كيسول على واحد الحاله في الجوله الثانيه، كان حدراف واحد الاحتكاك ديال حدراف مع احد المدافعين ديال الشباب ديال السوالم. الجمهور تيقولوا بان كاين دفع ديال اللاعب حدراف، واش شتي هذه اللقطه ولا ما شتيهاش؟ ما كاينش، هي مسطره عندي الدقيقه 45 ان ما كاينش هناك عرقله ولا دفع ديال اللاعب حدراف. كان اصطدام بين اللاعبين، انه هناك احتكاك بين اللاعبين باش ناكد هذاك. هنا لا وجود لركله جزاء بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي. المقابله ديال المغرب فاسي والمولوديه الوجديه واللي كتعرف الظهور الاول للملعب لنور الدين الجعفري بعد غياب طويل او تغييب طويل بمساعده محمد الرباني وسفيان بركات. الحكم الرابع عبد الواحد فاتحي، الغرفه ديال الفار ذاكر الرداد وايد جلال. سي محمد غير قبل ما تمشي للحالات التحكيميه، واش ما كتشوفش الحاله المزريه او البدنيه او لا كونديسيون فيزيك ديال الحكم ديال سي جعفري فهي كارثيه بكل المقاييس بكل صراحه؟ اكيد انا هذه سبقتيني يلا قبل ما نناقش اللقطات التحكيميه. سي مصطفى راك تبعتي، انا بالنسبه لي تفاجات المستوى البدني ديال نور الدين الجعفري وكذلك حتى البنيه ديالو. الا كنا حنا كنطالبوا من خلال راديو سبور ماروك بالمعرفه ديال السبب ديال الابعاد، ماشي اننا كنطالبوا باش غادي نلعبوه في هذه الوضعيه، لان بالنسبه لي هذه مسؤوليه المديريه هي اللي كتكون متابعه الحاله البدنيه ديال الحكام ديالها، الحاله الذهنيه ديالهم، وكذلك الاستعداد ديالهم للقياده ديال المقابلات. فهو من الناحيه البدنيه كان بعيد كل بعد على المستوى ديال المقابله، لا من خلال التنقلات ديالو لا من خلال التدبير ديالو ديال المقابله، وكان دائما كيدور غير في الدواره ديال السونتر. وغادي تاكد لنا من خلال القرارات التحكيميه غادي ناكدوا هذه المسائل لان ما كنهضروش غير هكاك. انا بالنسبه لي شيء مؤسف، انا بالنسبه لي باش حكم بهذا المستوى البدني يكون في المقابلات ديال النخبه الاولى في الوقت اللي كاينين حكام اخرين صغار ويحتاجون لمثل هذه الفرص. انا بالنسبه لي هذا الميساج اللي يمكن له يدوز لمدير ديال التحكيم، راه المقابلات ما كتحكمش بالاسماء، ما كتحكمش بالبالماريس، ولكن كتحكم بالعطاء، كتحكم بالاستعداد البدني، بالاستعداد الذهني، وكذلك بالحضور داخل المقابلات. هذه كتبدا من الدقيقه 6. انا بالنسبه لي يلاه البدايه ديال المقابله وكان هناك عمليه ديال دفع واسقاط واضحه جدا، لان كانت الكره من الكورنير، لان لا تحتاج الى البذل مجهود بدني في هذه المساله وامام انظار الحكم. انا بالنسبه لي حكم اللي ما يقدرش يديتيكتي انه ما يقدرش يكتشف خطا بهذا الشكل هكا، لان في الدقيقه 6 وبالتالي ان كانت عمليه ديال دفع واسقاط المهاجم داخل منطقه جزاء فريق المولوديه الوجديه، حتى غادي تدخل الغرفه ديال الفار، انها غادي تدخل الغرفه ديال الفار ذاكر الرداد اللي غينادي على الحكم من بعد دقيقه ونص. هو غادي ينادي على الحكم انه باش غادي يمشي يراجع، عاد يراجع تقريبا 2 دقائق هو كيراجع اللقطه، وهي لقطه عاديه جدا يمكن لك تشوفها بالعين المجرده وتاخذ القرار فيها، وبالتالي انه الخطا ارتكب في الدقيقه 6 ولم تنفذ ضربه الجزاء حتى في الدقيقه 10. يعني ضاعت علينا 4 ديال الدقائق بين الغرفه ديال الفار وبين الحكم، بالعلم اننا بالنسبه لي لقطه عاديه جدا ويمكن اي حكم مبتدئ انه يكتشف الخطا ويعلن على ضربه الجزاء بكل سهوله. دقيقه 22 هنا بعد عمليه ديال فريق المولوديه الوجديه، الحكم هنا غادي للغرفه ديال الفار غادي تدخل وغادي تنادي على الحكم. وغير نجزم لك في هذه المساله سي مصطفى
لا وجود لركله جزاء في هذه اللقطه، واخا الحكم انه مشى مع القرار ديال الغرفه ديال الفار اللي نادت عليه وحاولت ما امكن تبين له بان كاين هناك عرقله واسقاط ديال المهاجم ديال فريق المولوديه الوجديه. فريق المولوديه الوجديه انه هو اللي بيرسا دخل وجاي طايح قبل ما يصطدم باللاعبين ديال فريق المغرب الفاسي، وبالتالي اؤكد لك بانه لا وجود لركله جزاء دقيقه 22. دقيقه 40 هنايا غادي فريق المغرب الفاسي غادي يسجل الهدف ديالو، من بعد انه مباشره بعد تسجيل الهدف غادي نشوفوا الصافره ديال الحكم، غادي نشوفوا الرايه ديال الحكم المساعد الثاني سفيان بركات. كما كننتقدوا الحكام هنا لابد ان ننوه بالقرار ديال الحكم بلو تايمينغ ديال الحكم المساعد سفيان بركات اللي قدر انه يكتشف الحاله ديال التسلل، لان اللاعب ديال فريق المغرب الفاسي كان متقدما بالرجل ديالو لان كانت هي الاقرب الى خط مرمى المنافس من كل من الكره واخر ثاني مدافع، بالاضافه الى التايمينغ التوقيت ديال الرفع الرايه ديالو. فتحيه للمساعد واللي كان متموضع بشكل جيد، وبالتالي القرار ديالو صائب. دقيقه 45 وهنا لابد ان بالنسبه لي فريق المغرب الفاسي غادي ينادي على الحكم باش يوضع واحد الاحتجاج تقني، ثم من بعد ذلك يتراجع. انا بالنسبه لي الاحتجاجات التقنيه اصبحت متجاوزه ولا تحتاج الى ضغط، ونتمنى ان بالنسبه لي الجامعه انها تصدر قانون ديال هذه المساله، واي فريق كيحاول انه يضيع الوقت او كيحاول يضغط على الحكم باعلان على الاحتجاج التقني باش ياثر على الحكم وعلى المردود ديالو داخل المقابله، باش انها تصدر هذه المساله وما تكونش تتكرر في الملاعب ديالنا. دقيقه 54 الحكم هنا غيعلن على ركله الجزاء لصالح فريق المغرب الفاسي، على اعتبار بان كانت هناك العمليه ديال المسك واسقاط ديال اللاعب هيثم عينه من طرف اللاعب الدحماني، ولكن من خلال الصوره اللي شفنا كيبان بانه اللاعب هيثم عينه هو اللي قطع الطريق على اللاعب الدحماني، وبالتالي لا وجود لركله الجزاء. وهنا الغرفه ديال الفار لم تتدخل. انا بالنسبه لي كنت كنتمنى ان ذاك الرداد تكون عنده الجرأه، تكون عنده الشجاعه، وتكون عنده القراءه الجيده للاعب، لان بالنسبه لي لا يوجد اي مسك ديال اللاعب الدحماني على اللاعب هيثم عينه، وبالتالي لا وجود لركله الجزاء. على العموم انا بالنسبه لي القرارات التحكيميه كلها دخلت فيها الغرفه ديال الفار، والقرار التحكيمي اللي كان مهم اللي سجل منه فريق المغرب الفاسي الاصابه الثانيه انها ما تدخلتش فيه الغرفه ديال الفار، بالتالي انه التحكيم كان كونتيستي في هذه المقابله. نتمنى انه في هذه الفتره ديال التوقف ديال شهر ونص باش الناس يتداركوا ما يمكن تداركوه، باش يمكننا نحضروا الخلف. الى بقينا غادي نمشيو بهذه الوتيره انا على يقين بان غادي نبقاو نشوفوا غير وخصوصا سي محمد، خصوصا واحد 10 الحكام اللي تم يعني الدفع بهم في المباريات الاولى ديال البطوله، فاذا بهم ما بقاش كنشوفوهم. دار ماشي هذه المره السنه الاولى، هذه السنه الثانيه كيديروا نفس الامر، كيدفعوا بحكام شبان ومن بعد ما كنبقاش نشوفوه، كنبقاو نشوفوا زراق رداد وزيد وكنبقاو نشوفوا نفس الحكام. هنا هذا كيبين لك سي مصطفى انا بالنسبه لي ما كاينش هناك تصور، ما كاينش هناك رؤيه، ما كاينش هناك استراتيجيه متبعه في هذا المجال. انا بالنسبه لي ملي كتقحمر العام اللي داز فاش كنا هضرنا على الحكام قلت لك انا خصهم على الاقل واحد السنه ولا سنتين واحد العدد ديال المقابلات باش يمكن لهم يثبتوا الرسميه ديالهم في البطوله الاحترافيه ديال النخبه، باش انه يكسبوا الثقه ديال الفرق ويكسبوا الثقه ديال الجماهير انها تولي تعتاد على هذه الاسماء. ولكن هنا كيبين لك بانه الناس في الاختيار ديال هاد العشره ديال الاسماء يمكن ما كانش عندهم قناعات ما مبنياش على اساس، وبالتالي انهم يمكن تصدموا من عطاوهم مقابلات في القسم الوطني الاول، يمكن تصدموا بالمستوى ديالهم، ما قدروش انهم يوليو يزيدوهم مقابلات اخرى، وخافوا من ردود الافعال ديال الفرق وكذلك ديال الشارع الرياضي. ولذلك المقابله الاولى ديال الاولمبيكات في ورق الرجاء الرياضي واللي كتحمل فيها انا بالنسبه لي المديريه ديال التحكيم هي اللي كتحمل المسؤوليه، اللي هنا هي اللي جنات على ذاك الحكم اللي مازال جديد وتعطيه مقابله مركب محمد الخامس بذاك الحجم. انا بالنسبه لي هي اللي جنات عليه. وهنايا بالنسبه لهذه الاسماء علاش ما عطاتهمش؟ انا بان هنا تحتاجوا الى نوع من الجرأه، الى نوع من الشجاعه باش يمكن لها توضع الثقه في هذه الاسماء الجديده، والحكم اللي ما غيثبتش الوجود ديالو تكون عندها كذلك المقدوره وتكون عندها الشجاعه وتقول له رجع للاقسام السفلى، ما يمكن لكش انك تقود وتعطيه فرصه
الحكام اخرين اللي يمكننا نشوفوهم في النخبه الاولى. نعم، اذا السي محمد موجه قبل ما تمشي نسولك على المباراه الرائده في المباراه ديال الوداد الرياضي اتحاد تورقه يوم غد. كاينه مباراه واحده غتكون لنا اتحاد تورقه بصم على بدايه ديال الموسم اللي هو المتميز وكيحط الصفوف متقدمه وانتصر في مقابلات لان كيتوفر على لاعبين اللي هما مجربين. غتكون انا بالنسبه لي مقابله فيها نوع من النديه بين الاتحاد تورقه والوداد الرياضي، ويمكن يخلق مشاكل الفريق الوداد الرياضي، وانا لكن على يقين غتكون مقابله بليزونت من ناحيه ديال لو جو. اذا شكرا سي محمد الموجه من مدينه فاس، اشكرك جزيل الشكر اخي محمد، شكرا لك. تفضل. تاع الحكم يكون مقابله الوداد وتورقه من خلال الحكام اللي قادوا دابا لحد الساعه المقابلات السي الحسناوي والحكام اللي مازال ما دخلوش، كنظن 3 ديال الحكام ما غتخرجش على 3 ديال الحكام اللي ممكن يقودوا هذه المقابله. يمكن لك تسجلها عليا هذاك كاين رضوان جيد، كاين حمزه الفارق، وكاين محمد بلوط. 3 ديال الحكام يمكن نشوفوا 2 من هاد الحكام، واحد في الساحه وواحد في الغرفه ديال الفار من هاد 3 اللي ذكرت لك، ونتمنى انها تكون مسجله عليا وغدا ان شاء الله نناقشوها. ما غتخرجش على هاد 3 ديال الاسماء، رضوان جيد، حمزه الفارق، ومحمد بلوط. شكرا سي محمد، تحيه لك. نقدروا نلقاو التوليفه ديال الفريق كحكم ساحه وجيد كحكم فار، او لا العكس، جيد يكون في الساحه ويكون الفريق في الفار؟ ممكن انا بالنسبه ما تخرجش على هاد 3 ديال الاسماء. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق غدا وتكون مقابله ممتعه ان شاء الله بحول الله. شكرا لك سي محمد من مدينه فاس، شكرا لك سي محمد الموجه. اذا السي حسناوي غادي مقابله مصطفى الرجاء الرياضي. سؤال مع الاخوان المشكورين اللي معنا الان عاد تستحقوا، حاولوا يعني تشاركوا البث تاعنا نطاق واسع في المجموعات الرياضيه باش كاع الاخوان يوصلهم يعني حسناوي يخليك قدور واحد الحاجه. يلا السي حسناوي نمشيو للقراءه، نعطينا واحد القراءه الاوليه في المباراه ديال فريق شباب الرياضي السالمي وفريق الرجاء الرياضي. لك التعليق ونتفاعل معك من بعد. حسين تفضل اخي. اكيد اخي مصطفى، وتحيه ليك مجددا. القراءه التحكيميه كانت مع السي محمد الموجه اللي دائما ما كنستمتعوا بالاراء والقراءات ديالو. الان نمشيو مصطفى لما هو تقني. اعتقد بان الفريق اللي كان اكثر جاهزيه على المستوى الذهني وعلى المستوى التقني وعلى المستوى التكتيكي والبدني هو اليوم مصطفى اللي تمكن من انه يحقق الانتصار. فريق الرجاء الرياضي بعد ما كانت مصطفى الانطلاقه ديالو بالدوري الاحترافي متذبذبه، جا انتصار امام حسنيه اكادير، كان تعثر امام الوداد الرياضي، من بعد 2 ديال الانتصارات يعني متابعين امام الفتح الرباطي ثم امام فريق الشباب الرياضي السورم. وهذا الشيء مصطفى اللي جعلوا انهم بطبيعه الحال يرفع الرصيد ديالو من نقاط 12 نقطه ولا كيقرب مصطفى من ديك الكوكبه ديال المقدمه بطبيعه الحال اللي فيها فريق الوداد الرياضي على مستوى الصداره 17 نقطه في انتظار المقابله ديال اليوم غد امام الاتحاد التورقي. الا رجعنا للاطوار ديال المقابله ونبداو بطبيعه الحال بالفريق المنتصر اللي هو فريق الرجاء الرياضي، فانا بالنسبه لي هذه اعتبرها مقابله مرجعيه لهذه السنه هذه وافضل مردود للنسور منذ انطلاق الدوري الاحترافي، لا على مستوى التنشيط الدفاعي، لا على مستوى التنشيط الهجومي، لا على مستوى السرعه في بناء العمليات، في الافتكاك وسط الميدان ديال الرجاء الرياضي استحوذ على الكره، تحكم في زمام المقابله، الاظهره بادوار دفاعيه وهجوميه متنوعه، حركيه على مستوى الجبهه الاماميه. يعني اليوم مصطفى الا شتي هذا الرجاء وقارنتها مع الرجاء اللي شاهدناه في مقابلات سابقين كان لا علاقه. وانا كنقول كصافي انك التحول انا بان لي من الشوط الثاني امام الفتح الرباطي خلقات الرجاء مجموعه من المحاولات. اليوم كتاكد هذاك المسار. المدرب التونسي منذر الكبير اكيد جا في ظروف صعبه. الفريق الرجاء الرياضي اللاعبين يعني كانوا على المستوى النفسي متاثرين، غير ذلك كيكتشف اللاعبين ديالو الان. يمكن مصطفى لقى داك التوليف المناسب، دار تغييرات على مستوى وسط الميدان، تغييرات على مستوى الهجوم، وبان ليه الان شكون هذيك ال11 اللي قادره انها تقود فريق الرجاء الرياضي بطبيعه الحال باش يعود للمكانه ديالو الطبيعيه. دفاع زريده رسميه ديالو لا تناقش في وسط الميدان، رغم يتقال اللي بغى يتقال من طرف البعض، لاعب كيبقى لما كتلعب وسط الميدان كيأدي الدور ديالو. خرجتي به على وسط الميدان ما كيأدي حتى شي حاجه. كان وسط الميدان كان زريده
كان لاعب اهولو وكان مصطفى مكازي لاعب ربط متميز جدا، السرعه في بناء العمليات، السرعه في التحول، انيق في الكره ديالو. معهم اهولو برج المراقبه على مستوى الافتكاك، قوته يا مصطفى الكرات كل العاليه كيقطعها، لا في البر ولا في السماء، كلشي ديالو. الهجوم انا كنشوف خابا، ولو ما سجلش ولو ضيع جوج ديال الانفرادات، ولكن كيبان لي افضل من اكسيل ماي. كيبقى افضلهم الاكيد هو اللاعب بن جديده اللي دخل كبديل وعطى الاضافه المرجوه. بن تيك اليوم عجبني بزاف، ما دارش هفوات دفاعيه كثيره، هجوميا كيتحرك. هذه ضربه الجزاء الثانيه مصطفى اللي كيصطاد امام حسنيه اكادير، واليوم كذلك امام الشباب الرياضي السوالم. حدراف ولو سجل، انا نقول لك مصطفى حدراف لاعب ديال بونتوس، ولو انه سجل مازال ما كيقنعش حدراف مع الرجاء، وما فهمتي، هذا هو الحقيقه. التغييرات لاحظنا اللاعبين مصطفى اللي دخلوا، بن جديده دخل سجل، بولكسوت ما شاء الله دخلوا، كنا كناديو به هنا وكنتكلموا كنقولوا بان لاعب اللي مهمش، لاعب اللي لو تعطى ليه الفرصه ديالو لا هو ولا فرسي مازال عندهم ما يعطيو. دخل داك الديماراج مصطفى اللي دار الطريقه باش مشى وعطى كره ديال الهدف. السوالم تائهه للامانه، يعني ما عرفوا يديروا حتى شي حاجه اليوم، لا دفاعيا لا هجوميا، مرتبكين. كيبان لك بان حتى عبو في الفكر التكتيكي ديالو اليوم هو كان تائه براسو، ما عرف واش غيلعب هجومي ويعني يستند على الهجمات المرتده او لا يلعب دفاعي. يعني ما فهمتش انا زكريا عبوب يعني الطريقه باش بغى يلعب يعني في هذه المقابله. ما قدروش اللاعبين ديالو يتحملوا الضغط ديال لاعبي الرجاء. يمكن مصطفى مع البدايه حاولوا يعطيو الكره للرجاء ويضربوهم بالهجمات المرتده السريعه، جا هذاك الهدف الاول المباغت، ولكن من بعد رجعوا له وعطاو الكره للرجاء. صعيبه مصطفى تحمل الضغط ديال 90 دقيقه. اللاعبين الرجاء كانوا دايرين واحد الضغط مخيف جدا، لياقه بدنيه هائله، كيدخلوا في الجناب، كيدخلوا من الوسط، والحاصله 4 ديال الاهداف. هادشي ما كيقللش من القيمه ديال السوال اللي كيبقى فريق غادي مزيان هذه السنه، بدورو عنده 12 نقطه، ولكن الرجاء اليوم انا كنقول كانت واقفه وكانت قويه واستحقت الانتصار. والسي حسناوي غادي اولا الانتصار مستحق لفريق الرجاء الرياضي، هذا ما فيه لا كلام، ما فيه لا نقاش لا حتى حاجه. ما بعد التعليقات اللي بكل صراحه انا ما متفقش، لان الرجاء ربحت كره وربحت اداء. وواحد الحاجه اللي تبدات فريق الرجاء الرياضي، ربما الجمهور ديال الرجاء الرياضي يكون متفق معايا، وهي الجرينتا ديال اللاعبين، القتاليه ديال اللاعبين. لان لا شفتوا اليوم اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي لعبوا بواحد القتاليه كبيره، رغم انهم تلقاو هدف اثر خطا ديال الحارس، غايه اللي كنظن غايه بداو كيبانوا العيوب ديال واحد السي حسناوي، بداو كيبانوا العيوب ديالو لا في خارج بعض الخارجات، ولا الكره اللي هي سهله اللي تسبب في هدف وخلى فريق الرجاء الرياضي بكل صراحه بهذيك القوه وبهذيك الجرينتا وبهذيك العزيمه، لان كان مامن بالقوه ديالو، مامن كذلك بالامكانيات ديالو. الحلقه الاقوى فريق الرجاء الرياضي هو ادخال بعض العناصر كاللاعب مكازي اللي بكل صراحه بيستحق الرسميه ديالو. اللاعب خابا على الاقل فهو احسن بكثير من اللاعب اكسيل ماي. زريده رغم الانتقادات ورغم كيبقى لاعب اللي هو مقاتل، كنشوفوا لاعب كيلعب. شوف راه كاين فرق اللاعب اللي كيلعب بالكرافطه، وكاين فرق بين اللاعب اللي كيلعب بجرينتا. وانا كنشوف بان اللاعب زريده رغم بعض التحامل بعض الجماهير عليه، ولكن كنظن بان اللاعب زريده كيلعب بواحد القتاليه كبيره. بولكسو بن تايك ولا بولكسوت، كنتكلم على بولكسوت بكل صراحه، المكان ديال علاش ما كانش كيلعب، هذا سؤال اللي كيبقى مطروح، رغم ان ربما كان عنده واحد المشكل ربما ديال ربما في عدم كان غير مؤهل قبل العلم كنظن في بعض المباريات. الان اصبح اللاعب مؤهل. كنظن فريق الرجاء الرياضي حسناوي دارت اليوم مزيان بكل صراحه. هذه الكره ديال الرجاء الرياضي اول مباراه الثاني نقدروا نعتبروا الشوط الثاني اللي لعبوا مقابله سابقه زائد هذه المباراه لفريق الرجاء الرياضي. كنظن الحسناوي الان هذا لاطريب هو التوقف اللي غادي يكون في الايام القليله القادمه، غادي يخلي فريق الرجاء الرياضي باش يجمع القوه ديالو. القوه ديال فريق الرجاء الرياضي لا لقى باش يلعب كمجموعه، انا كنقول كمجموعه الحسناوي بهذا الكرينتا اللي كيتلعب. كنظن رغم هذا لا، ولكن هذا ما كيمنعش باش نقولوا باننا ما خصش انتدابات. راه الرجاء الرياضي في حاجه ضروريه اخي الانتدابات،
ولكن كنظن القوه ديال فريق الرجاء الرياضي الان في هذيك الحلقه اللي كانت مفقوده، جوج حوايج اللي كانوا ناقصين فريق الرجاء الرياضي هي الجرينتا، يعني اللاعبين يلعبوا بواحد النفس، واحد القتاليه كبيره، وكذلك المجموعه هي القوه ديال الفريق، ديال اي فريق، قوه ديال اي فريق في العالم اخي. انا كنظن بان الانتصار اللي هو مستحق، وكيقول الكلام حقا زكريا باع الماتش وحقا وتسالوا. شوفوا يا اخوان، هادشي ملي كتلعب الوداد حتى هي كتلعب مع شي فريق يخرج يجي وحدين عاوتاني كيقول حقا الوداد هذيك الفرقه اللي لعب معاه حقا راه تساهلوا معاهم وعطاوهم الماتش وكاين. وملي كتلعب الرجاء سي لا ميم شوز، كيخرج لك واحد الفئه زكريا اسمحوا لي يا اخوان، الرجاء اليوم كان اقوى اداء نتيجه تسالت الهضره الحسناوي. هادشي كله بان في التيران وما كرهوش فيه السوالم، لان ماشي السوالم اللي كانت ضعيفه الحسناوي كانت تائهه، راه فريق الرجاء الرياضي اللي ضعف السوالم وما خلاش يدير هذيك الكره اللي كيلعبها مع فرق اخرى. وكنظن حتى السوالم راه ما غادي نتكلموا عليه الحسناوي، راه حتى هو كيلعب بالامكانيات واللاعبين اللي عندهم، ولكن كنظن ان الرجاء الرياضي باش مابقاش نقويو بالهضره الحسناوي، انا ما اقل وما دل كما كنقولوا، فريق الرجاء الرياضي اليوم كان قوي ويستحق النتيجه ديالو اداء ونتيجه. تفضل يا حسناوي. الا مصطفى واحد زوير سامي الله يعفو عليه مسكين في التعليقات دابا المريقيه ما المريقيه، علاش قال لك بان كيعاود كيونس راسو، كاين شي واحد دوك كيبقى يونس راسو ما عندك ما دير ليه، قال لك مريقيه وما كتقولوش الحقيقه والسؤال ما عطات الماتش وهادي. اش غادي نقول لك اخويا، انا نخليك هكاك فهمتي، بقى تونس راسك، بقى تحسب من هكا حتى الدوره 32 هذا عطى الماتش هذا عطى الماتش هذا عطى الماتش، هضره تخربيق صاحبي. والانسان كيخدم شويه العقل ديالو، كيفاش عطى الماتش، كيفاش زعما عطى الماتش، يفهموا لي انا في هذه القضيه هذه كيفاش. دابا زكريا عبو بدر على اللعابه كاملين، حتى واحد ما يلعب، حتى واحد ما يدير، حتى واحد ما يدير هادي، الله يهديك اصاحبي، ولا ما عاد يخدم شويه العقل ديالو. ما بنادم كيخلق كذبه وكيدير لها طريقه وكيقيزورها، والله وحتى الهبال راه عنده حدوده. الانسان عاوتاني تضحك لهاد الحاله هادي، عطى الماتش ما عطى الماتش، ما هذا كلام خاوي. انا ما عمري كنامن بهذا الشيء. وكي قال مصطفى كل ما تعلق الامر الرجاء والوداد مع شي فريق فيه شي لعاب ودادي ولا مدرب رجاء ولا كذا، حنا هذاك عطات الماتش للوداد، هذيك عطات الماتش الرجاء ربحات بالكره اليوم، الرجاء ربحات بالكره وكانت الافضل. واش السؤال السي حسناوي، واش السؤال مكرهات فيه؟ راه السؤال مش فيه شي حد جابدت، راه داروا اللي بغيتو باش يلعبوا. الرجاء كانت قويه واستحقت الانتصار، وهذا هو المنطق. ودابا الانسان ما اش غتقول مصطفى، لا حول ولا قوه الا بالله، ما كتبين شي مرات تناقشها مصطفى، ولكن شي تعليقات والله العظيم زعما ما شو السي حنا بعض المرات راه كاين بعض الجماهير كيبغيوك تقول هذاك الشيء هما اللي بغاو، هما كيقولك حقا بيع الماتش عطي الماتش وشي حاجه. سير اخويا سير، كاين المحكمه وكاين هذاك، سير اخويا حنا بعد من حنا كنهضروا على الكره وما الكره. فريق الرجاء الرياضي اليوم لعب واستحق نتيجه، وهذا هو فريق الرجاء الرياضي، بغيتي ولا كرهتي صافي. ما غلبك ديال الي روتور، الوداد انتصرت عليه الي روتور السنه الماضيه، الي روتور انتصرت عليه الوداد، اذا حتى الحمر نقولوا عطى حاشا. هذه لغه يعني ما انا نرجع نصطف معك المقابله. اليوم السوالم على مستوى المنظومه الدفاعيه ديالهم داروا كانت هفوات كارثيه، وكانت التنظيم الدفاعي ديالهم ضعيف، وهما العقل ديالهم مشى مع الحكم. اللاعب الصهد المهاجم ديالهم اللي عنده امكانيات كبيره 90 دقيقه ولا تابع الحكم من اللور، ما ركش كاع على الكره، وجاوهم محاولات ما تعاملش معاهم مزيان، كانت اخطاء في التغطيه الدفاعيه. هجوميا مصطفى حتى تلقاو نقول لك ذاك الهدف الثاني الا لاحظتي معايا عاد خرجوا يلعبوا الكره، عاد ولاو كيحاولوا يخترقوا، عاد ولاو كيمشيو. وانت راه السوالم جات جوج الفرادات ما سجلوهمش، شنو غيدير لهم زعما؟ تكلمتي يا مصطفى على وراه نقطه الضعف حتى في السوالم وسط وسط الميدان. اللاعبين ديال الوسط ما قدروش يوقفوا، وما قدروش يوقفوا اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي. فهمتي هذا هو اللي كاين. بالنسبه لغايه مربحها السي مصطفى ولا الخطا اللي دار، غايه مربحها مصطفى. شوف البروده ديال مقاعد البدلاء راه تؤثر، راه هو الا لاحظتي معايا حتى كونتر فتح الرباطي دار واحد جوج الخرجات خاويين، والتالي دار واحد الخرجه خاويه.
راه عادي جدا. ولكن راه الا شتي معايا مصطفى راه تصدى لواحد الكويرات، راه تصدى لجوج ديال الاهداف اللي كانت محققه زعما اليوم. اذا المشكل ماشي في الامكانات ديال غايه، ولكن مصطفى لعاب اللي كيحبس وكيرجع للبونتوس. اكيد زنيتي كيبقى نمبر 1 بالنسبه للرجاء، كيحبس وكيعطي الطمانينه وكيعطي الثقه. وراه زنيتي كتعرف القيمه ديالو في اللقاءات الصعبه. راه الديربي كون ما خرجش انس ضرب الجزاء في ديك التايمين راه كانت غيمشي الديربي في نسق اخر. راه انا من الاهلي السنه الماضيه كون ما تصداش ضرب الجزاء الي روتور كانت غتكون حاجه اخرى. باش نعرفوا انس كيبقى النمبر 1 الله يشافيه والله يعافيه. ولكن حتى غايه هذا الخطا ما كيقلش من القيمه ديالو. هذا نتاج فقط على انه غاب على التنافسيه. نرجعوا مصطفى لواحد المساله ديال قلتي على الانتدابات. هذا الانتصار ما خصوش يكون خادع فعلا فعلا. انتصار ديال صافي راه انتصرنا ب4-1 الفرقه ما خاصها والو. لا ما تاخذهاش معيار. ما عمرنا ما كنبنيو على مقابله. الرجاء مازال خصها الى لقاو في الميركاتو الشتوي يجيبوا الجوده. 3 ديال اللعابه تنقول الجوده اللي يجيو مصطفى يعطيو الاضافه الكبيره اللي هزوا الرجاء في دوري ابطال افريقيا وفي البطوله. ومازال لقاءات اللي صعيبه، ولكن حتى الان بانوا يا مصطفى لاعبين اللي خصها تعطى لهم الفرصه. لا بولكسوت لا اللاعب مكازي لا اللاعب خابا. يعني اسماء مصطفى اللي فرصي مستقبلا. راه مصطفى الجمهور لما كان كينادي بمكازي منذ المجيء ديال بنزرتي بل الان بان الكلام ديال الجمهور وتقنيا كان صحيح. كان كيقولوا بان مشكل كان في الجهه اليسرى جاب التيق دار الغرض. الناهري رجع للجهه اليمنيه ولقى الناهري استثنائي. الناهري كان مزيان اليوم. الناهري مصطفى الناهري رجع للجهه اليمنيه هذيك هي بلاصتو. هذيك هي بلاصتو فيه الثقه في النفس ولا غادي مزيان. فهمتي راه بان. راه شوف الكره مصطفى راه ماشي راه سهله عند اي واحد. ونقول لك حتى دابا ذاك الوليد فرصي مازال مستقبل ياخذ فرصته غادي يعطي. بولكسوت يعطي فرصته غادي يعطي. تفضل اخويا مصطفى الى عندك شي حاجه. السي حسناوي انت تكلمتي على بعض اللاعبين اللي كيستحقوا ياخذوا المكانه ديالهم داخل فريق الرجاء. يعني كنظن ان خابه ما عرفتش علاش كان حابس الكرسي احتياط، لان شفنا ديك مايي بكل صراحه مايي وربما كون لعبتيه سنه غادي يبقى غير كيجري اخي بدون فائده. على الاقل الخابه فهو لاعب اللي هو دار واحد المحاولات. وتا الدخول ديال اللاعب المكعازي داك هو الحلقه المفقوده، لان المكعازي مع اوهول مع اللاعب زريده كنظن حتى داك الوسط الميدان ديال فريق الرجاء الرياضي كان وسط ميدان اللي هو متحرك. انا في عوض وليد الصبار بكل صراحه ما عطاش لو بليس لفريق الرجاء الرياضي. ما هذيك اللي منتظر منه ما كان، ولكن كان وسط ميدان اللي استحسنوا مقاتل بهذه العباره. لان شتي الوقت ملي كيكونش المكعازي كان وليد الصبار كان اللاعب اخر في وسط الميدان كنشوفوا داك الضعف ديال وسط الميدان ديال فريق الرجاء الرياضي. ولكن هاد اللاعبين اللي كتكلم على المكعازي وتكلم على زريده وتكلم كذلك على اول وهاد اللاعبين فهم هاد اللاعبين اللي بكل صراحه فهو عطاو واحد التوازن ديال الوسط الميدان ديال فريق الرجاء الرياضي. اضافه انت هضرنا على لاتيرو على السي الناهري لان هذاك المكان ديالو خطا ثقه ولا دابا الان مزيان. بنتايك خصو غير مباريات هذيك رغم الناس كيقول لك ودي راه بنتايك خصو هذاك مباريات. وكنظن بانه مع التجربه ومع كثره المباريات راه بكثره المباريات اللاعب كيكتسب التجربه. راه ما يمكنناش حنا نشدوا واحد اللاعب لعب واحد مباريات 3 مباريات نقولوا هذا ماشي صالح. اضافه نتكلم على حسناوي وسط الميدان ديال فريق الرجاء الرياضي في وسط الدفاع. انا كنظن حسناوي وسط الدفاع ديال فريق الرجاء الرياضي فيه مشكل. انا اقول حسناوي مازال فيه اشكال حسناوي وخصوصا في الارتداد وخصوصا حسناوي كتكون الكره اللي كتلعب في الظهر. انا كنظن بان فريق الرجاء الرياضي اما ديك المقدم انا ما عرفتش المقدم ديال النهضه البركانيه سي بون ستوبر هذاك داك اللاعب اللي في الدفاع اللي هو جيد. لان كاين مشاكل بكل صراحه بين انا اقولها دائما لان هذه المباراه كما انا متفق معك راه ما خصهاش تكون مباراه اللي هي خادعه ولا الناس يتصوروا حوايج اخرى. راه كاينه مباريات اخرى تنتظر فريق الرجاء الرياضي اقوى بكثير من هذه المباريات اللي تلعبت. ولكن كنظن هذا ما كيمنعش نفتحوا واحد النقاش ونقولوا بان فريق الرجاء الرياضي كمجموعه الان راه هي في التجانس. الجرينتا فانا
تحولوا بواحد 90 درجه حسناوي ولا واحد القتاليه اللي كبيره، ولكن ما كيمناش نقولوا بان فريق الرجاء الرياضي خصو دي ريكروتمون، خصو انتدابات، خصو ضروري اخي انتدابات. راه انتدابات ملي كتاخذ واحد 2 ولا 3 اللاعبين اللي كيكونوا سيبيريور او متفوقين على هاد اللاعبين اللي عندك، راه كيبان واحد الفريق، كيبان واحد الفرق. لان كان عندك 2 ولا 3 عندهم واحد البلوس على هاد المجموعه اللي عندك، فكنظن ان فريق الرجاء الرياضي حسناوي يقدر يمشي بعيد. ولكن ماشي بهاد اللعابه نقدروا نقولوا ونكذبوا على الناس ونقولوا بانه عصبه ابطال افريقيا ونبداو نتكلموا ونبداو نحلموا بواحد المباراه انتصر فيها فريق الرجاء الرياضي ب4-1 كما كنقولوا انتصار مستحق. ما نبغيش الجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي تمشي بواحد المساق نقولوا بانه صافي راه هذا هو الفرق. سي فري المدير الكبير لقى المجموعه ديالو، هذه هي المجموعه اللي غادي نتكلموا عليها بواحد الدرجه تقريبا 95% ديال المجموعه غادي يعاود يلعب بها. وكنظن كينقص انس الزنيتي اللي بكل صراحه، فهو انس الزنيتي ما كاينش اللي لحد الان بكل صراحه ما كاينش اللي يعوضو، الحقيقه هي هذه، لان كيلعب واحد الدور كبير في الدفاع ديال فريق الرجاء، في حراسه في الدفاع وفي حراسه ديال المرمى ديال فريق الرجاء الرياضي. اما بالنسبه لبعض اللاعبين الاخرين حسناوي ف خصهم يجتهدوا شيئا ما، خصهم مازال يجتهدوا شويه. وكنظن الرجاء باش نحسنوا من هذا الشيء اللي عندي انا، ان الرجاء الرياضي اليوم فانه عطى واحد البوادر بانه مجموعه في واحد الانسجام. وكذلك كما قلت انا الحاجه اللي ناكد عليها مزيان ونعاود نهضر عليها وهي السي ديك القتاليه ديال اللاعب اللي ما كانتش، اللي كنا كنهضروا عليها لا تعقلتي، كنا كنقول خص بعض اللاعبين يفيقوا شويه ويلعبوا كما كنقولوا يفزقوا التوني ويلعبوا بواحد كما كيديروا الفرق اخرى. ولكن هذا الشيء هو اللي حصل اليوم حسناوي، شفنا بان اللاعبين كلهم اليوم بكل صراحه داروا واحد المجهود اللي هو كبير، والانتصار ديالهم مستحق بدون نقاش حسناوي. واحد النقطه مصطفى مهمه خصنا نهضروا عليها كذلك، هو الحضور الجماهيري الكبير. راه اليوم مقابله مصطفى هادشي ماشي غريب على جمهور الدراجه، راه بحال الا كنلعب في دونور، راه كتحس مصطفى اليوم السوالم بحال اللي لاعبين مقابله خارج الملعب ديالهم. يعني اعداد غفيره من الجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي وهي اللي كتعطي الطاقه. راه اليوم مصطفى الفضل في العوده ديال الرجاء ولو بشكل تدريجي لهذا المستوى هذا، راه الجمهور ديال الرجاء اللي ما بخلش على الفريق ديالو رغم سوء الاداء رغم سوء النتائج في بدايه الموسم، والجمهور مصطفى كيتبعهم يعني في جميع المقابلات. خسروا المقابله ديال الديربي وكتجي مصطفى كتلقى دونور كيدوروا من الاخرين. شتي التنقل ديالهم اليوم، شتي امام الفتح الرباطي، يعني طاقه كبيره ما شاء الله. والتمون ديال الكبير اليوم بعد نهايه المقابله قال لك راه اللاعب رقم 1 بالنسبه لنا راه هو الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي. والا تكلمتي انت على بن تيك، انا نقول لك بالنسبه لي اليوم اعتبر بن تيك رجل المقابله بادوار دفاعيه. انا كنت كنلوموا على التغطيه الدفاعيه ديالو اللي كانت عنده ناقصه، ولكن بان لي اليوم متوازن، لا ادوار دفاعيه ولا هجوميا. نتمنوا ليه التوفيق اخي مصطفى ونمشيو للماس مع المولود ديال الوجد. نعم اذا نمشيو. اذا واحد الاخ في اليوتيوب قال لك ودي واش يمكن لك تاخذ، شوف اي واحد اللي بغى ياخذ الفيديوهات ديالنا ما كاينش مشكل، غير الحاجه اللي كنطلبوا منه ما يحيدش لينا اللوغو ويخلي الحصه كما هي، غير ما كاينش مشكل. حنا اللي بغى قلنا شحال هذه اللي بغى ياخذ لي فيديو بغى يديروا في القناه ديالو اللي بغات، ما كاينش عندنا اشكال. حيت واحد الاخ في اليوتيوب كان كيعاود هذا السؤال عده مرات، ما كاينش مشكل اخويا، خذ اللي بغيتي وانتما اللي بغى ياخذ شي حاجه وقطع شي حاجه ما كاينش مشكل. حنا راه ما كندعيو شي واحد على حتى حاجه، لان هاد الفيديوهات ما دايرينهم غير باش نبارطاجيوها معكم وتكون كذلك نستافدوا منكم وتستافدوا منا. اذا السي حسناوي هو الرسائل ديال هاد المنبر توصل سواء مباشره عبر الصفحه الرسميه او لا حتى الاخوه اللي كيهزوا مقاطع واحد لا عبر الفيسبوك ولا اليوتيوب. الله يسهل عليكم، ما عمرنا ما كنتابعوا شي واحد ولا الله يسهل عليكم. حنا سيروا اكثر كتعاونونا في ان الرسائل ديالنا توصل. مصطفى الماس المولود ديال وجديه السي حسناوي المولوديه وجديه. غنقول لك السي حسناوي مره نتكلم على المغرب الفاسي. المغرب الفاسي حسناوي رغم ذلك، انا اقول رغم ذلك كاين واحد الفوضى اللي هي كبيره في اللعب بكل صراحه. الفوضى اللي فريق المغرب الفاسي رغم تاهيل بعض اللاعبين، رغم عوده بعض اللاعبين كابل الفقيه، رغم يعني الترسانه اللي عنده، كنظن بان المولوديه وجديه كان ند الفريق المغرب الفاسي.
وكما قال السي محمد موجه كاين واحد ضربه جزاء اللي تم الاعلان ديالها اللي ما فيهاش ضربه جزاء، وكاين كذلك تضيع ضربه جزاء من طرف اللاعب انور اللي بكل صراحه بواحد السذاجه تا هو ضيع، لان بحال اللي كنوريك انا فين غنقذف، سير تبعها انا في اللوحه، انا سير تما فين نتبعها. اذا كنظن حسناوي المغرب الفاسي انتصار ديالو فهو غادي يخليه كذلك باش يعني امن كذلك باش يحاول ما يمكن يقترب يعني الصفوف الاماميه من سبور الترتيب. المولوديه الوجديه يعاني بكل صراحه، ولكن برافو، انا كنقول والله العظيم هاد اللاعبين بهاد اللاعبين وبهاد الازمه والمدرب كنقول للجعواني برافو عليك، لان ما كتنقص منك حتى حاجه المدرب، حيت كاينين شي مدربين كانوا عندهم لاعبين وكيبكيو، عندهم لاعبين وكيبكيو من البعض، انا ما نذكرش اسماء، ولكن كاينوا وكيبكيو عندهم لاعبين وكيبكيو من الفوق. ولكن الجعواني الحسناوي بهاد اللاعبين بهاد الشيء اللي عنده فهو قادر غرض رغم الهزيمه ديالو، ولكن لعب واحد الرجوله ولعب واحد الشجاعه. والمبدئ وجدي الحسناوي نتمناو بان هاد الناس المسيرين ديال المبدئ وجدي يتقوا الله واحد شويه في هاد اللاعبين، لان خصو المبدئ وجدي خصو لاعبين وخصو من الرواتب ديال اللاعبين، خصو يحيد هاد المشاكل، لان الجماهير الوجديه بكل صراحه خصها تساند الفريق ديالها. المقاطعه ديالها كنتفهم انا هي مبرره، ولكن في نفس الوقت غير مبرره او ميم طون، لان مبرره نظرا للمشاكل اللي كاينه والمكتب مسير وهجره بعض اللاعبين واضرابات وليليتيج وزيد، وغير مبرره لان هاد اللاعبين اللي خصكم تشجعوا، هاد اللاعبين تشجعوهم، هاد اللاعبين ولو تدخل الملعب وتخرج، غير دخل وخرج بحالك، ولكن باش نخليو لاعبين دائما عرضه يلعبوا في الملعب ديالهم بدون جمهور، يلعبوا خارج كيلعبوا مع جماهير اخرى، اذا الله يحسن العوان. انا كنظن السي حسناوي ما عرفتش انت كتشاطرني الراي، انا الجعواني بكل صراحه بهذا الشيء اللي عنده كنقول ليه برافو عليه، وما خصش شي واحد ينتقدو ولا يلومو على شي حاجه بكل صراحه. تفضل حسناوي. لا مصطفى، انا اولا نختلف معك شويه على الماس، انا نقول شابو لشكيليت، هذا مصطفى الانتصار الثالث على التوالي اللي دار يعني تحسب له بكل صراحه. كان انتصار مشى لي الانتصار الاول امام يعني فاس، ثم جاب انتصار في طنجه، وهذا الان الانتصار الثالث على التوالي، 12 نقطه مناصفه مع فريق رجاء في المركز الرابع، حصيله اكثر من رائعه يعني. والناس ديال الماس ما عليهم الا يوضعوا الثقه. ولكن كنهضروا غير على استحسان، كنهضروا على مباراه، ما كنهضرش على مباريات اخرى، كنهضروا على هذه المباراه ديال اليوم، كنهضروا على. تفضل مصطفى. دابا الوضع اللي جا فيه شكيليت خصو يجمع النقاط، 3 ديال المقابلات. شوف كانت فرقه في المؤخره ديال الترتيب، حتى ولا انا مصطفى الفريق يعني في المرتبه الرابعه مع رجاء 12 نقطه، ولا كيقرب مصطفى من المراكز يعني ديال المنافسات الافريقيه. اكيد اللقاء ما كان سهل، والمحمدي اليوم في الماس انا كنعتبره رجل المقابله، تفضل ضربه جزاء وخرج كرات اللي كانت اهداف محققه. المولوديه الوجديه اتفق معك ما كانتش خايبه، واللي كيطالب اقاله الجعواني ما فهمتش انا كيفاش كيفهم الكره. الجعواني كيدير داكشي اللي عليه وكيتقاتل، ما عنده حتى شي مسؤوليه في الوضع الراهن. انا حاجه وحده اللي نعاتب عليها الجعواني، انه يقبل يستمر في هذه الظروف. اللعاب ما مخلصينش، مشاكل، ما كاين انتدابات في المستوى، ما كاين هذا، شنو غيدير؟ ان شاء الله ما تقادر على الفاس وتقاتل حتى لاخر لحظه يا مصطفى، فوق طاقتك لا تولى، وخلقوا محاولات وضيعوا ضربه جزاء. شنو زعما غيديروا اكثر؟ الجمهور ديال الماس كالعاده يبدع بلوحات فنيه رائعه، كيعطي طاقه للاعبين ديالو، واللي كيهم مصطفى الان في الماس هو الانتصارات. من بعد ان شاء الله الاداء يبقى يجي تدريجيا، لان الاشكال هو ما كتنتصرش وما كتفرجش. بالنسبه للمولوديه الوجديه وضع صعب جدا بكل صراحه. هادشي اللي غادي نقول لك، وانا هنا كنجدد الدعوه ديال الجماهير الوجديه باش يرجعوا للمدرجات. راك كتعاقبوا الفريق ديالكم، راك ما كتعاقبوش هو، تعاقبون فقط الفريق بمرجعيته التاريخيه. كونوا مع الفريق ديالكم، ديروا اليد في اليد، وكل التوفيق والسداد للمولوديه وجميع الانديه المغربيه، وبرافو شكيليت، راه عندي ما يتسلك غادي في الطريق الصحيح. والسي حسناوي انت ملي كتهضر على الجمهور ديال ام سي او، انا كنظن بان انا متفق معك، راه ما كيعاقبوش حيت هذاك هو راه عنده زايد ناقص. انا كنظن راه كتعاقبوا اللعابه ديالكم، انا كنظن بانه المباريات
مقبل عليه كيلعب المولوديه في الملعب ديالو خصكم تساندوا الفريق راه كيلعب بواحد القتاليه اللي هي كبيره بكل صراحه في ظل حدود الامكانيات، نقدروا نقولوا الامكانيات المنعدمه اللي ما كايناش اصلا. وتشوف القتاليه ديال اللعابه كلهم، لا من الحارس مفتاح ولا من داك السينيغالي راس حربه اللي هو لا باس به، لاعب اللي هو جيد، اللاعبين اللي انوار كذلك رغم انه ضيع ضربه جزاء. اذا باش حنا نشوفوا راه حيت كاين السي حسناوي كاين بعض الوحدين كيطالبوا باقاله الجواني، هذوك الناس اللي وانا بالنسبه ليا الله يسمح لهم وصافي. انا حيد هاد الجواني اش غادي تجيب واحد المدرب يصيفطو من القسم الوطني الثاني، هاد المدير الجديد تكمل الباقي، ولا نزل القسم الوطني الثاني خص واحد 40 عام باش يرجع ولا اكثر. وكنعرفوا القسم الوطني الثاني اللي طاح ليه الله من غير الفروق اللي عندها امكانيات الفرق اللي كتحافظ على اللعابه ديالها. الوداد المدير الجديد في القسم الوطني الاول وما عنديش. اذا كنظن الجماهير ربما خصها دير واحد القراءه باش ترجع للملعب وتساند المدير الجديد. وهذا النداء بكل صراحه المدير الجديد، لان بالنسبه لي انا فريق انا غالي عليا بكل صراحه، فريق اللي عزيز عليا، دازوا فيه لاعبين ووجده المنطقه الشرقيه اللي وجده بكل صراحه تستحق فريق اللي يكون في المستوى وتكون عنده جماهير غيور عليه. اذا السي حسناوي هذا بالنسبه للمباراه هنيئا للمغرب الفاسي وهنيئا كذلك التشكيلات. انا متفق معك حتى المباريات فهي كتخليه باش يتقدم للسبوره الترتيب كباقي الفروق. اذا نمشي للمباراه الاخرى حسناوي، الوداد الرياضي يستقبل يوم غد في حدود الساعه على ما كنظن الرابعه، ما خدنيش الذاكره، الرابعه فريق اتحاد تورقه. سي حسن كيفاش كتشوف قراءه بالنسبه لهاد الرابعه والسادسه يوم غد ان شاء الله؟ السادسه واسمح لي السته. اذا في حدود الساعه السادسه يستقبل فريق الوداد الرياضي اتحاد التورقي. تفضل. يعني السادسه والربعه مصطفى غتكون المقابله، يعني هكا تاكيد يعني. يا شكرا اخويا حسناوي، يلا شكرا تفضل. شوف مصطفى عاد التوقيت كاين غدا يا مصطفى، يعني اولمبيك خريبكا واتحاد طنجه، وكاين الوداد الرياضي واتحاد تورقه. الوداد في 6 واتحاد اولمبيك خريبكا مع اتحاد طنجه في الربعه. بالنسبه لاتحاد طنجه واولمبيك خريبكا اعتقد مصطفى بان هذه مقابله ديال 6 نقاط. المراكز الاخيره ما كاينش مصطفى دابا، هذه مقابله صعيبه لا على اولمبيك خريبكا ولا على اتحاد طنجه، واعتقد اللي ما انتصرش فيهم غيزيد يغرق. اتحاد طنجه ما كيبان لي ما كانش مصطفى شي حل اخر من غير يمشيو يجيبوا 3 نقاط. اولمبيك خريبكا في الملعب ديالهم بدورهم غيتقاتلوا على 3 بوم غيتنازلوش عليها، وانا كنتوقع في هذا اللقاء مصطفى الفوز ديال اولمبيك خريبكا. والسي حسناوي اتحاد طنجه مطالب بنتيجه ايجابيه، ولكن ما نساوش اتحاد الاولمبيك خريبكا فهو كيقدم اداء اللي هو سيء ورفقه النتائج سيئه واداء كذلك هو سيء. حنا ورفقه المدرب انس الدريدي على ما كنظن مباراه هي صعبه، ولكن كنت السي حسناوي انا كنظن اتحاد طنجه رغم ان في اللقاء ديال امام الجماهير ديالو اللي كان واحد الفريق اخر بكل صراحه قدم واحد الاداء اللي هو كبير، الحقيقه هي هذه، ولكن خارج الميدان كنعرفوا التنقل كبير كذلك ديال الجماهير ديال اتحاد طنجه اللي كيكون بواحد الاعداد اللي هي غافره. ولكن كنظن ان المباراه صعبه، كنظن ان الانتصار ديال اولمبيك خريبكا حسناوي. الوداد الرياضي اتحاد تورقه. الوداد مصطفى من اجل توسيع الفريق على اقرب المرتبطين ديالو، والان المتصدر برصيد 17 نقطه. التذاكر ديال المقابله بيعت باكملها، وبذلك دونور غيدور غدا مصطفى بواحد الاعداد جماهيريه اللي هي كبيره وكبيره بزاف. اخر مقابله قبل المرحله ديال التوقف، الاتحاد التورقي بقياده طارق السكيتيوي كيبصم على انطلاقه اكثر من رائعه بالدوري الاحترافي، وقدم لقاءات كبيره وكبيره جدا سواء داخل الملعب او لا خارج الملعب ديالو. كيلعبوا كره اللي هي هجوميه، كيسجلوا اهداف اللي هي كثيره، ولكن الخصم مصطفى او المنافس بطل افريقيا بطل الدوري المحلي السنه الماضيه الوداد اللي كيتوفر مصطفى على تركيبه بشريه اللي قويه وخيارات متعدده، وحتى النتائج مصطفى هذه السنه هذه تؤكد ذلك. 17 نقطه، وكيحاولوا غدا ان شاء الله انهم يوصلوا للنقطه 20، ولكن المهمه كما قلت ما غتكون سهله امام الاتحاد التورقي. القراءه ديالي مصطفى لهذه المقابله اللي غنقول لك. تفضل.
قلت لك اخي مصطفى بالنسبه للفريق ديال هذه المقابله ديالهم غدو القراءه التقنيه ديالي اللي كنشوف ان الى الوداد تمكنت انها تسجل واحد الهدف مع بدايه المقابله فغيتحروا اللاعبين، واللاعبين ديال توارقه غادي يكبر عليهم الضغط لانهم غيخرجوا باش يبحثوا على التعادل، غيخليو مساحات في الدار ديالهم. كنعرفوا قوه الوداد الهجوميه مع أنجم مع سامبو مع زهير المترجي بادئ اوك جبران الحسوني الجعدي صعيب عليهم يوقفوا ذاك، ولكن الا استطاعوا اللاعبين ديال اتحاد توارقه انهم يمتصوا هذاك الضغط ديال لاعبي الوداد مع بدايه المقابله فغادي يعقدوا الامور على اللاعبين ديال الوداد، ومع مرور الوقت الضغط غيولي كبير على اللعابه ديال فريق الوداد الرياضي. انا اتوقع فوز فريق الوداد الرياضي لان عنده مفاتيح مصطفى هجوميه كثيره وكثيره بزاف مع العوده كما قلت ديال زهير المترجي. السي حسناوي المباراة ديال الوداد واتحاد توارقة مباراة اللي هي صعبة، لأن اتحاد توارقة راه ما خصش الناس يحقروه، راه عنده واحد هذاك الفريق اللي بان الآن هو فريق ديال التحديات بكل صراحة، لأن الفريق اللي ما كيخافش كيخرج يلعب الكرة، سواء يلعب الكرة في الميدان ديالو سواء يلعب الكرة خارج الميدان ديالو، عنده لاعبين اللي هو مجربين، عنده لاعبين كيلعبوا بواحد القتالية اللي هي كبيرة، عندهم اللي كيندافعوا حنا كيندافعوا بواحد عدد كبير ديال اللاعبين، ومني كيدافعوا كذلك كيدافعوا عدد كبير ديال اللاعبين، وعندهم حارس في مستوى ما نقصوش. هذاك الحارس اللي عنده حسناوي حارس اللي بكل صراحه اللي حد الان كيقدم مستويات اللي هي كبيره. الوداد حسناوي في الميدان ديالو صعيب تربحوا، لان ملي كتكون خصوصا ملي كيكون ديك الجماهير اللي هي كبيره، وكنقول ان الوداد عنده واحد الجمهور اللي هو رهيب، حسناوي عنده جماهير اللي هي كبيره بواحد العدد كبير. غتكون مباراه ديال غدا، المباراه ما غاديش تكون سهله بالنسبه ليه، وخصوصا كما قلنا غادي يلعب مع فريق اللي هو مجرب، اللي فيه لاعبين اللي هما مجربين، لاعبين اللي تم الانتداب ديالهم. وكنظن حتى الافكار ديال المدرب طارق سكيتيوي ستان جون انترينور، وكنظن بانه غادي يلعب وغادي يخاف من الوداد. حسناوي غادي يلعب كذلك الكل ما حتى هو ما عنده ما يخسر. الاتحاد توارقة كنظن النقاط اللي محصل عليها لحد الان كتخليه كذلك يلعب واحد الثقه، يلعب واحد بدون مركب نقص. الوداد الرياضي كنظن حسناوي عنده لاعبين اللي يقدروا يفوزوا بالمباراه، لاعبين اللي هما مجربين. كاين بعض اللاعبين ديال المنتخب الوطني، كنظن انا بعض اللاعبين ديال المنتخب الوطني اللي كاينين ربما في اللائحه خصهم يلعبوا غدا، يلعبوا الجرينتا كذلك، ما حيت كاين ماشي نلعب المباراه وانا كنفكر في مونديال نتبليسا ولا نخاف على رجليا ولا ما نعطيش الكل. كنظن هنا اللاعبين ديال الوداد حسناوي مجبرين غدا بحضور الجماهيري اللي هو قياسي باش ياخذوا نتيجه ايجابيه. وكنظن حسناوي عندهم امكانيات يعني باش يفوزوا بهذا اللقاء، ولكن ارضيه ديال الملعب حسناوي امام فريق كما قلت اللي هو كيقبل هذاك لو ديفي او التحدي. كنظن المباراه حسناوي غادي نتمتعوا بها غدا ان شاء الله، وغادي تشوف اهداف كثيره حسناوي غدا. عقل عليها فين قلت لك حسناوي غادي نشوفوا اهداف كثيره في هذه المباراه ديال اليوم غد، اللي ان شاء الله نتمناو يكون ختام ديال الطابق الكروي في هذه الدوره السابعه على ما كنظن. تفضل حسناوي. هو مصطفى يعني بالنسبه للفريق المقابله اتفق معك غتكون مفتوحه. فهمتي الاليات الهجوميه اللي عند لاسكتي ولا عند الوداد كيعطيونا ضمانات ان شاء الله ان المقابله غيكونوا فيه اهداف، وغتكون بطبيعه الحال واحد الفرجه. ما تنساش بان الوداد الان بالانتصار ديال فريق الرجاء الرياضي، وباش يبغي يوسع كذلك الفريق على الجيش الملكي، هذا راه ضغط كيتنضاف وكيجعلهم يلعبوا يعني من اجل نتيجه واحده هي نتيجه الانتصار. اتحاد توارقة مصرف ما عندهم ما يخسروا، جايين ديجا عندهم نتائج ايجابيه، كيلعبوا امام فريق اللي هو كبير بالجمهور ديالو على الورق الكفه ديالو مرشحه. اجمل حاجه يديروا هي يمشيو يلعبوا الكره في دونهم، يجيو يمتعوا ويخرجوا يلعبوا الكره، لان يستحيل ان اتحاد توارقة تقدر تصمد مصطفى امام الدفاع ديال امام الهجوم ديال الوداد 90 دقيقه. يستحيل انهم الا لعبوا بطريقه دفاعيه فما يقدروش يهزوا الضغط، ان الوداد عندها اسلحه هجوميه هي الاقوى. ولكن السي حسناوي اتحاد توارقة حتى كيعرفوا كيفاش يدافعوا، عندهم حتى داك لونديرون كيصبروه، فهمتيني. ولكن يقدر يغفلوك بهدف،
وكنظن اتحاد السوار كاع حسنا وعند لافونتاج اللي عنده كما قلتي انا متفق معاك، ما عنده ما يخسر، عنده لاعبين مجربين، ولو يخسر هذه المباراه غدا هو ما عنده غرض، غادي يجي باش يلعب الكره. تفضل حسنوي. اكيد اللاواعي الوداد عندهم مصطفى بالنسبه للاسلحه الهجوميه متنوعه، عنده الجناب كيمشي لك اناجم مع بوهره ولا اناجم مع زهير المنترشي، عندك سامبو كيتعامل مع الكرات الهوائيه بواحد الشكل اللي هو رائع، وعندك في وسط الميدان الحسوني وجبران وجعلي. يعني الحلول كيجيك الاختراق من الوسط ومن الجناب فهمتي. وما تنساش القوه الضاربه ديال الوداد اللي هي الاظهره، الا تكلمتي على العملود ولا على عطيه الله بهذيك الامدادات ديالهم. اذا انا علاش قلت لك انا باش تدافع مع الوداد يستحيل، كيكون مصطفى افضل الحلول الا بغيتي تواجههم وانك تخرج لوسط الميدان وتملؤ وتحاول تلعب ديك الهجمات المرتده السريعه وانت تبريسيهم. ولكن الامانه مستقر كنشوف يعني المهمه ديال الوداد الرياضي، واخا كنتكلموا هكا على الورق الوداد الكفه ديالو نوعيه اللاعب الى غير ذلك، ولكن كل مقابله عندها اسرارها. ننتظروا يوم غدا مصطفى ونشوفوا الطريقه اللي غتمشي فيها، ولكن كما كنقول يعني حظوظ الوداد تبقى وافره. الوداد مصطفى الاستقرار ديال التركيبه البشريه كينفعوا بزاف، اللاعبين كيلعبوا بيناتهم هذه السنوات، حتى الوفي ديال الجدود قادرين انهم يعطيو الاضافه. فضلوا نورمال ضيعوا يا مصطفى حتى نقطه، انتصروا على النهضه البركانيه، انتصروا على الدفاع الحسني الجديدي، انتصروا على اولمبيك خريبكا، انتصروا على فريق الرجاء الرياضي، ويحاولوا اليوم غد كذلك انهم يزكيوا هذيك الانطلاقه ديالهم ويجيبوا 3 نقاط اللي هي الثامنه. باذن الشيء مصطفى اللي التخمين ديالك السي حسناوي هذه المباراه الله يخليك؟ تفوز فريق الوداد الرياضي. تاعنا فوز فريق الوداد الرياضي. اذا السي حسناوي اولمبيك خريبكا كيفاش؟ كنتوقع فوز اولمبيك خريبكا على انا قلت لك اولمبيك خريبكا. اذا السي حسناوي كاين مباريات اللي غيتاجلوا، المباراه ديال البركان والمباراه ديال الجيش الملكي، هادو المباريات اللي غيتاجلوا بحكم ان هاد الفرق غادي تاخذ منافسات كاس ديال الكاف. ياك حسناوي؟ اكيد مصطفى عندهم لقاءات ديال كاس الكاف يعني بحر الاسبوع المقبل. كل الدعم والمسانده للنهضه البركانيه وفريق الجيش الملكي. ما بقى لي اخويا مصطفى الا نشكرك ونشكر جميع المشاهدين الاوفياء استوديوكم. اذا نبقى معايا السي حسناوي. اذا بدوري اشكر الجميع المتابعه ديالكم وكذلك التعليقات ديالكم، رغم ان بعض التعليقات اللي هي غير فيها السب ولكن ما كاينش مشكل، مسامح.